حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. كتير بيقولوا بنمسح البلاط بيقلب ريحة مش كويسة وبيجير ومش بيلمع. تعالوا معايا النهاردة بخطوات بسيطة ومن غير تكلفة ولا مجهود هنخلي البلاط بتاعنا بيلمع وهنخليه مراية لفرش الشتاء. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب ونجيب أدواتنا ونيجي جاري. أول حاجة معايا هنجيب جرد المية بتاعنا، هننزل بيه مية دافية مش سخنة، مية دافية بس تقدري تمسحي بيها بإيدك. تمام، تبع الحتة اللي هتمسحي فيها. أنا جبت 2 لتر مية. وهنا هنستعمل الأريال جل أو برسيل جل، أي سائل جل. تمام كده، أخدنا ربع كوباية. أخدنا كمان معلقة كبيرة كربونات الصودا، لو أي فاصل عندك من الفواصل مش نظيف هيخليه بيلمع. خلاص، دوبنا الكربوناتو مع الاريال الجل أو البرسيل الجل. العامل الأساسي هنا بقى الكلور الألوان، اسمه كلوريكس ألوان. تمام، الكيس ده كله ب10 جنيه، مش بيحتوي على كلور، يعني حلو. في منه سائل وفي منه بودر. أنا النهاردة ملقتش غير الكلوروكس ده الألوان، هناخد منه برضو رص كوباية كلوريكس ألوان. حلو جدا في البلاط، بيخليه بيلمع ومفيش فيه كلور، يعني مفيش فيه مبيض، مش هيأثر على ايديكي ولا هيأثر على أي حاجة، حتى ريحته مش هتخنق زي الكلور الأبيض. ننزل بقى باللي بيخلي الريحة فلة وبيشيل أي ميكروبات، هو إيه؟ الخل الأبيض. الخل الأبيض ده حاجة اللي له تأثير، بيبيض وبيلمع، بيشيل البكتيريا والفيروسات. نبدأ بقى نبل الشرشوبة بتاعتنا وما نعصرهاش. أنا عايزة البلاط يشرب من الخلطة اللي احنا عملناها، بحيث إن كل فاصل من البلاط ياخد من الخليط اللي احنا عملناه، وبعد كده يشرب زي ما هو عايز، عشان لما تيجي تفرشي للشتاء تحس انك نضفت بقى البلاط. اللي شققهم صغيرة زي حالاتي ومش بيشتروا السجادة كتير، جميع الفواصل الموجودة اللي جنب الحيطان. وعلى فكرة الخليط ده تقدري تمسحي بيه الحيطان، هيخليها لك بتلمع، بس لو الحيطة مدهونة زيت، إنما لو مدهونة جير لأ. شايفين؟ كل الشرشوبة من جميع الفواصل تدخل جوه هنا. أول مسحة من البلاط، عايزة البلاط يشرب من التشريبة اللي احنا عملناها، ما ننشفش الوقت، نسيبه 10 دقايق كده. جميع الحيطان وجميع البلاط، كل بلاطة وبلاطة تشرب من التشريبة اللي احنا عملناها، وكل زاوية عندنا أو حتى الكربونات اللي احنا حاطينها، كل خط فيه حاجة سودة أو بقعة حاجة لازقة في البلاط، الكربونات السودا هتشيله مع الخل، هيخليه يلمع. ولا بقى معطرات ولا مبيدات حشرية ولا كمان حاجات غالية بنستعملها، كله من البيت وحاجات بسيطة. وعلى فكرة لو مش موجود المسحوق الجل، ممكن تستعملي نص الكمية مسحوق البودر، أي نوع عندك. وممكن كمان مسحوق جل سايب، يعني ما تشرطيش نفسك بالبرسيل أو بالإريال، يعني هو ممكن الكيس كمان اللي ب2 جنيه بيغني عن أي. يعني احنا استعملنا المية الدافية عشان تدوب المسحوق، وكمان تدوب الكربوناتو وتشيل أي بقعة في الأرض، الكلوركس الألوان علشان لو في أي حد من البيت عنده حساسية الكلور ما يأذوهوش. بسم الله ما شاء الله. سيبي البلاط كده 10 دقايق يتنقع بالتشريبة، لو حتى الفواصل عندك فيها سواد أو حاجة هتشال. نيجي بقى للشطفة الأخرانية، معانا الجردل الفاضي هننزل بيه برضو ب2 لتر مية. تمام، بس المرة دي مية عادية، مية من الحنفية عادية، هننزل بيها ايه، مية مفيش فيها اي بقى غلطات. نيجي بقى للمكون الاخراني، الملمع الازاز. ملمع الازاز ده عنده القدرة ان يخلي البلاط بتاعك بيلمع
ما يغيرش وكمان يديه ريحة حلوة ولمعان مستمر. هناخد فنجان قهوة صغير على لترين مية ونلمع بقى البلاطة، بس بقى المرة دي هتعصر الشرشوبة وتلمعي كل الأرضية زي ما عملنا في الأول. هنعمل في المرحلة التانية من البلاط، هنشيل طبعا أي ترابيزة عندنا ونشيل أي كنبة، هنخلي بقى كل بلاطة وبلاطة نلمعها بالتلميع ده. أنا شديت الأنتريه وعملت وراه، بعد كده بقى عملت أي حتة ظاهرة من البلاط. بعد كده عشان تستعدي بقى لفرش الشتا، البلاط بسم الله ما شاء الله لمع ازاي، ما غيرش وهيقعد مسافة كبيرة عندك مش مغير. اوعدوني بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والتعليق الحلو منكم، وما تنسوش تفتحوا الشبابيك عندكم تنشفي كل البلاط، او كمان المروحة للبلاط بقى يزيد لمعان. دمتم في رعاية الله وفضله.